أصدقائي في القناة وأولاد حبايبي تيمور وطارق، معانا قصة جميلة جدا اسمها أوليفر تويست. القصة ديت كتبها كاتب كبير جدا اسمه تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز كتب قصته عن الواقعية في وقته وفي عصره. كانت سنة 1837 ونشرها ما بين 1837 ل 1839. طبعا الكاتب الكبير تشارلز ديكنز هو من أعظم الكتاب الإنجليز اللي كتبوا في الأدب الإنجليزي. هنستمتع جدا بالقصة بتاعتنا، مليانة أحداث جميلة جدا ومثيرة وحزينة، بس نهايتها بتكون في الآخر سعيدة. قصة أوليفر تويست مكونة من 11 فصل. هنبدأ الفصل الأول مع بعض. يلا بينا نشوف أحداث القصة. Chapter 1. الفصل الأول. The Workhouse، الملجأ. A long time ago, every town in England had a workhouse. زمان قوي كل بلد في إنجلترا كان فيها ملجأ. This was a house for very poor people. البيت ده كان مخصص للناس الفقراء قوي. Oliver Twist was born in a workhouse. Oliver Twist اتولد في ملجأ. His mother was a young woman. مامته كانت شابة صغيرة. She was very ill when she came to the workhouse. هي كانت مريضة جدا لما جت الملجأ. A doctor and a woman were with her. كان في دكتور وواحدة ست معاها. After Oliver Twist was born, بعد ما أوليفر تويست اتولد, his mother said, مامته قالت, I want to see my baby and then die. أنا عايزة أشوف طفلي وبعد كده أموت. You are too young to die, said the woman. الست اللي كانت معاها قالت, انتي لسه صغيرة أوي على الموت. The doctor put the little baby in his mother's arms. She kissed the baby and died. الدكتور حط الطفل بين ذراعين أمه وبعد كده هي بسته وماتت. She's dead, said the doctor. ماتت. الدكتور قال لها ماتت. Poor dear. She came here last night. No one knows where she's from, said the woman. الست اللي كانت معاها قالت, يا حرام, ده هي لسه جاية امبارح بالليل ومحدش يعرف هي جاية منين. The old woman began to dress the baby with very old clothes. الست العجوزة ديت اللي كانت معاها بدأت إن هي تلبس الطفل هدوم قديمة جدا. Oliver was alone in the world. أوليفر كان لوحده جاي للعالم دوت وحيد يتيم. He was an orphan. هو كان يتيم. No one loved him. مفيش حد حبه. When Oliver was small, لما أوليفر كان صغير, he lived in an orphanage. عاش في دار أيتام with other orphans. مع أيتام تانيين. He and the other children had very little food and very little love. هو والأطفال التانيين ما كانش بينوبهم غير القليل من الطعام والقليل من الحب. Many of the children died because they were cold or hungry. كتير من الأطفال دول كان بيموت بسبب البرد أو الجوع. Oliver survived. Oliver نجا. But he was small and thin. لكنه كان صغير وجسمه نحيف. His face was very white. وشه كان أبيض قوي، يعني مفيش أصلا دم في وشه أصلا. On his 9th birthday, Oliver left the children's home. ولما أوليفر بقى عنده 9 سنين ساب
البيت اللي كان بيعيش فيه مع الأطفال في دار الأيتام. He was sad to leave his only friends. هو كان متضايق أوي وزعلان جدا علشان ساب أصدقائه اللي يعرفهم. He wanted to live in a workhouse. هو راح يعيش في ملجأ. He worked long hours for the workhouse. اشتغل ساعات كتيرة قوي في الملجأ. They gave him only one bowl of porridge 3 times a day and an onion twice a week. وما كانش بينوبه غير يدوب هي معلقة في سلطانية بياكلها، معلقة أكل زي السيريلاك كده. والمعلقة ديت السلطانية ديت كانت بتتقدم له 3 مرات في اليوم، مرة فطار مرة غدا مرة عشاء. and an onion twice a week. وبصلاية كده مسلوقة مرتين في الأسبوع. On Sundays he had a small piece of bread. وفي أيام الحد كان بيدوله لقمة صغيرة ياكلها. Oliver and his companions were very hungry and very unhappy. أوليفر وأصدقائه كانوا جعانين جدا وزعلانين جدا، طبعا من المعاملة الوحشة اللي كانوا بيتعاملوها في الملجأ. They never asked for a second bowl of porridge. عمرهم ما سألوا أو طلبوا أكل تاني غير اللي كان بيتحط لهم. They were afraid. هما كانوا خايفين. But after 3 months they became terribly hungry. لكن بعد 3 شهور بقوا جعانين جدا، بقى الجوع يعني مسيطر على جسمهم جدا. One day Oliver took his empty bowl to the master. وفي يوم جه أوليفر وماسك الطبق بتاعه ورايح للراجل اللي بيديهم الأكل. Please sir, he said. قال له من فضلك I want some more porridge. قال له أنا عايز أكل تاني. The master looked at Oliver. اللي بيدي الأكل بص لأوليفر كده. He was surprised. هو كان مستغرب إن إزاي أوليفر طلب منه أكل تاني. What? He said. قال له نعم، عايز إيه؟ Please sir. من فضلك سيدي. He said. I want some more porridge. أنا عايز أكل تاني. The master hit Oliver with his big spoon. الراجل اللي بيقدم الأكل راح ماسك أوليفر وراح ضربه بالمغرفة الكبيرة اللي هو بيغرف بيها الأكل. Then he called Mr. Bumble. وبعد كده نده لمستر بامبل. He was an important officer of the town. هو كان موظف مهم جدا في البلد. What? cried Mr. Bumble. قال للراجل اللي بيحط الأكل قال له في إيه؟ He took Oliver to the directors of the workhouse and said, Oliver Twist asked for more porridge. جه مستر بامبل وخد أوليفر وراح موديه للمديرين اللي ماسكين الملجأ وقال لهم Oliver Twist asked for more porridge. Oliver Twist طلب أكل زيادة. For more porridge they cried. قالوا له أكل زيادة. They looked at each other. هما بصوا لبعضهم. They were surprised. مستغربين قوي ازاي أوليفر طلب الطلب ده. He must leave the workhouse. وقالوا إن أوليفر لازم يسيب الملجأ. Mr. Bumble put Oliver in a cold dark room for 1 week. مستر بامبل أخد أوليفر وراح حبسه في أوضة
ضلمة برد جدا لمدة أسبوع. Every morning Mr. Bumble beat Oliver with a stick in front of his friends. وكل يوم الصبح مستر بامبل كان بيمسك أوليفر ويضربه بالعصاية قدام أصحابه. Oliver cried all day and he did not sleep at night. أوليفر فضل يعيط طول النهار وما كانش بينام بالليل. One day Mr. Bumble met his friend Mr. Sowerberry. وفي يوم مستر بامبل بيقابل صاحبه مستر ساوربيري. مستر ساوربيري was a tall thin man. مستر ساوربيري كان راجل طويل ورفيع. He made coffins for dead bodies. هو كان بيصنع التوابيت اللي كانت بتشيل فيها الميتين. Many of the dead bodies came from the workhouse. وكتير من الناس اللي كانت بتموت أو من الأطفال اللي كانوا بيموتوا كانوا بيجوا من الملجأ. وطبعا مستر ساوربيري ده كان حنوتي، هو اللي كان بيعمل التوابيت الخشبية اللي كانوا بينقلوا فيها جثث الموتى. وأغلب الجثث ديت أو الموتى دول كانوا بيجوا من الملجأ. أطفال كانوا بيموتوا من الجوع والبرد. بعد كده مستر بامبل سأل صاحبه مستر ساوربيري وقال له Do you want a boy to work in your shop؟ مش عايز ولد يشتغل معاك في المحل؟ You will pay nothing. انت مش هتدفع حاجة. And we will give you 5 pounds. وهنديلك كمان عليه 5 جنيه. مستر ساوربيري thought a moment. مستر ساوربيري فكر كده لحظة and said وقال له Yes, I wanted the boy and the 5 pounds. مستر ساوربيري لقاها فرصة حلوة قوي ان هو هياخد ولد يشتغل عنده في المحل وكمان هياخد فوقيه 5 جنيه يا بلاش. مستر بامبل was happy. مستر بامبل كان مبسوط. In the evening he took Oliver to Mr. Sowerberry's shop. وفعلا جه في المساء وراح واخد أوليفر رايح بيه عند مستر ساوربيري في المحل. Oliver looked at Mr. Bumble. أوليفر بص لمستر بامبل and started crying. وبدأ إن هو يعيط. وأوليفر قال له I want to be a good boy. أنا هبقى ولد كويس. I am a very little boy sir. أنا ولد صغير قوي. أنا مش فاهم. معلش أنا غلطان. And it is so lonely. وأنا كده هبقى لوحدي. So very lonely. هبقى لوحدي خالص. أنا مفيش حد كده هيبقى معايا. كل أصحابي في الملجأ. Oliver's thin face was covered with tears. ويعني أوليفر وشه الصغير دوت طفل لسه صغير غرقان بقى بالدموع وعمال يعيط ومنهار. بنكمل مع بعض الأحداث في الفصل الجاي. أتمنى يكون الفصل عجبكم. Chapter 1 The Workhouse. وإن شاء الله نكمل الأحداث مع بعض في الفصل الجاي. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك، واللي مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك، وياريت تسيبولي كومنت حلو. شكرا جزيلا. Thank you so much.